قوعيتا ربطا ادمار يوسف تكلداي قوارشخيتا بغداد بشلعويذة خرقانة سمئيدة باتريركا مار بولس ليثا يانونا باتريركا دعيتا كلديتا قو عراق وتيول بهديروثا تودي ثنيتا ورشميتا وهرها دقم شضرياثا وبرصوبي سياساي وكلوشياي من مشخل بتبنياثا من أثرا ومن أثرواثا توتاوثا. اليوم عندنا فرحتين. فرحة عيد الأضحى المبارك واللي مبارك به إخواننا المسلمين، والفرحة الأكبر اللي هو العرس الليتورجي لكنيستنا الكلدانية اليوم، ونشهد حقيقة عهد جديد، عهد من الانفتاح، من المحبة، عهد من الوحدة بين جميع الكنائس. اليوم فرحة المسيحيين كلها بتنصيب غبطة مار بولس نونا على كنيستنا الكلدانية، واللي ذكر من أهم المبادئ اللي راح يشتغل عليه هي الوحدة مع جميع كنائس الشرق الأوسط، والأهم الانفتاح مع كل مكونات شعبنا العراقي. ولاحظنا بالآونة الأخيرة وخلال الأيام الماضية زيارة كل المسؤولين السياسيين والحكومة العراقية بكافة مفاصلها لمباركة سيادة البطرك، وحقيقة نتفائل خيرا به، لأن اليوم شهدنا في داخل الكنيسة هذا الانفتاح الكبير. حدث كبير في بغداد العاصمة خصوصا معالي. أكيد، وأكيد طبعا هو فرحة كبيرة لحكومتنا، الحكومة الاتحادية، بهذا الحدث العظيم. أولا أهني غبطة أبينا البطريرك مار بولس الثالث نونة بمناسبة تنصيبه، لكن أكيد من خلاله أهني كل الكنيسة الكلدانية، مو فقط أبرشية بغداد، من كل الأبرشيات وكل المؤسسات التي تعمل داخل الكنيسة الكلدانية، لأنه ربنا منحنا نعمة جديدة. كل بطريرك جديد هي مرحلة جديدة بالكنيسة، هذا اللي نتمناه، ونتمنى أنه فعلا كلنا نتعاون في سبيل أن نقدم من خلال المرحلة الجديدة فشيء جديد يعبر فعلا عن إرادة ربنا من خلال هالكنيسة. هذا الاحتفال يجي مرة بالعمر بالنسبة لكثير من الناس، وأكيد هو مو شيء سهل إنه التحضيرات الهيج احتفالات، لكن فرحتنا هي كبيرة ورجائنا كبير بربنا إنه سيدنا نونا يقود كنيستنا إلى بر الأمان بحكمته، بتواضعه، بمحبته، بأبوته للإكليروس ولكل الناس وكل الشعب الكلداني. نبارك للكنيسة الكلدانية هذا الاحتفال بالعرس الكبير بتنصيب سيدنا مار بولس ثالث نونا، وألف مبروك للكنيسة بهذا الاحتفال، ونتمنى لهم التوفيق دائما والتقدم والازدهار باسم المسيح. شكرا للجميع. ويوم دتري بشلعويذا قوداشا قمايا ادمار بولس اتليثا يانونا واثرشقلتي الداها درغا واها قمديتا بغداد ارشخيتا وقوعيتا ربثا ادمار يوسف الطيب بكلدايا وبصورة إيلي ادهاوي منتيانا قوم عززتت اسد خيثا بشلاما وتشمشتت عمم شيخايا وكنوشيا عرقايا. اليوم يوم كلش متميز بتاريخ كنيستنا العراقية بشكل عام والكلدانية بشكل خاص، بانتخاب مطران، الحقيقة مطراننا اللي كان في أستراليا واللي اشتغل في أستراليا لمدة 11 سنة، وبشكل متميز جدا أنه يكون هو البطريرك الكنيسة الكلدانية. أكيد فرد الشعور ما يوصف اليوم، فرحة كلش كبيرة. طبعا الناسنا هناك في أستراليا، بالمناسبة أنا من أستراليا من مدينة ملبورن، كاهن مساعد في كنيسة مارغورغيس. بمقدار ما كانت فرحتنا في نفس الوقت، يعني احنا خسرنا سيدنا كمطران، ولكن كسب الكنيسة بشكل عام كسبت شخص نتمنى أنه يقود الكنيسة الكلدانية إلى ما يريد أولا الرب، ومن ثم في هذه الظروف الكنيسة محتاجة إلى شخص بهذه الحكمة وبهذه الدراية، وفي نفس الوقت الاهتمام بالأمور اللي الناس بشكل عام مهتمين ومتعطشين أنه تتحقق في خلال هذه الفترة. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح نتهلل به. نبارك غبطة أبينا البطريرك مار بولس الثالث نونة على خدمته الجديدة، على الوزنة الجديدة اللي انضمت إلى الوزنات السابقة. نتمنى من صاحب الغبطة أبينا البطريرك مار بولس الثالث نونة
أن يكون دعم للمسيحيين خاصة بالعراق وعموما بالشرق الأوسط والعالم. رح أنطلق من كلمة مدينة بغداد. في صلاتنا الطقسية اليوم يقول ينصب على كرسي سالك وقطيصفون اللي هي 20 كيلومتر جنوب بغداد، مدينة المدائن، منطقة المدائن. فوجودنا التاريخي في هذه المدينة وفي هذه المنطقة وفي بلاد ما بين النهرين في العراق تحديدا هو وجود لأصالة تراث معين كان ممكن في بعض الأحيان ممكن يضيع، لكن اليوم مع كلمة غبطة البطريرك ماربولس نونا اللي اتنصب اليوم بطريرك على الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، كلمته كانت واضحة أنه هو إعادة التراث والحفاظ عليه والحفاظ على التاريخ والحفاظ على اللغة. هذه مقومات الهوية، هوية الوجود المسيحي في العراق. لذلك نهنئ الشعب المسيحي، نهنئ الكلدان في العراق والعالم، نهنئ الكنائس الشقيقة، الكنائس العراقية، ونهنئ مسيحي الشرق بهذا التنصيب. وباثر قودا شمس قبلة طوثانوثة بطريركا ماربولس ليثاينونا المشادر وياثا رشماية وتودي ثناية وعماية مقرولي اللي تهنياثا وبارخياثا وبرسد مقيمته بطريركة عيتا كالديتا قو عراق وتاول ومغزيلة لسنتا وسوكايا تهاوي منتيانا قوم دبرانوثا وبقتت عيتا وأمينوثة أقرتا روخانيتا. حقيقة اليوم كل الكنيسة في العراق وخاصة الكلدانية بمشاركة من كثير من الكنائس الشرقية والكنائس الغربية، اليوم فرح عظيم في الكنيسة الكلدانية لانتخاب البطريرك ماربولس الثالث نونا. اليوم بداية جديدة وحقبة جديدة في الكنيسة، هي مستمرة من الآباء البطاركة اللي سبقوا. حقيقة اليوم نشعر بأنه الكنيسة راح يكون لها هوية، راح يكون لها وجود من خلال تجديد الإيمان، من خلال تغطياتكم الإعلامية. نحن اليوم كلتنا شعب واحد مسيحي ومسلم، شعب عراقي. البارحة جينا من القوش لتنصيب سيادة قداسة البطريرك مار بولس ثالث نونا، والكل مثل ما شفتم بالكنيسة الناس فرحانة جدا بقداسته، ونتأمل خير إن شاء الله في هذا الجلوس على الكرسي البطريركي لكل الشعب المسيحي بدون استثناء وبدون أخصية. سلام الله